البسبوسة بالسميد السايب. النهاردة هنعمل بسبوسة بالسميد السايب من عند العطار، أحسن من السميد الجاهز. يلا بينا نشوف الطريقة نعملها ازاي. هنا معايا نص كيلو من السميد السايب، يعني يعادل 3 كوبايات من السميد. هنا نزلت في طبق بالسميد، وبعد كده نزلت عليه بكوباية سكر. لو انت حابة تقللي من السكر كوباية الا ربع مثلا، حسب ما انت بتحبي السكر بتاعك يبقى عامل ازاي، بس دوت السكر المظبوط. ونزلت بثلاث معالق من جوز الهند، لان طبعا السميد السايب دوت بيبقى ما فيهوش اي مكونات غير الجاهز، بيبقى عليه كل حاجه. ونزلت بظرف من الفانيليا. انما اللي بتجيبيه جاهز بيبقى فيه كل المكونات اللي انت شايفاها. هنا بقلب كل المكونات مع بعض زي ما انت شايفه كده، السكر والفانيليا وكده ايه، والجوز الهند. هنا بقى معايا البسبوسه لازم تبقى بسمنه بلدي. عايزه تعمليها بزبده صفراء على سمنه بلدي زي ما انا هعمل كده تمام، مش عايزه براحتك كل ما تحبي. بس بسبوسه ما بتبقاش حلوه الا بالسمنه البلدي. هنا معايا نص كوبايه من السمنه البلدي ونص كوبايه من السمنه الصفراء، انا بحبها في الحلويات، بتدي طعم حلو، الاتنين بيعملوا ميكس مع بعض حلو قوي. هنا معاكي البسبوسه بتقلبي زي ما انت شايفه كده، ما بتعجنيش، بنقلب بس لغايه ما البسبوسه تشرب السمن وتبقى معاكي مرمله زي ما انت شايفه، زي حبايات الرمل كده، مش طريه قوي. البسبوسه اللي بتبقى طريه قوي دي بتبلط منك في الصينيه، انما اللي بتبقى تحس ان هي ولا ناشفه ولا طريه ديت بتبقى مرمله معاكي وبتبقى حلوه جدا. انا ما بحطش عليها بيكنج باودر ولا اي حاجه. هنا معايا علبتين زبادي. عايزه تبدلي حطي حليب، يعني بديل الزبادي حليب، بس الزبادي بتديها طراوه حلوه قوي وبتديكي نتيجه ممتازه في الاخر. هنا هقلب الزبادي زي ما انت شايفه كده برضو لغايه ما البسبوسه تشرب الزبادي، وما تقلبيش كتير، يا دوبك كده ايه بالمعلقه او بايدك. وبعد كده هيكون معايا صينيه مقاس 24، المقدار ده مقاس 24، صينيه بقى مربعه، صينيه مدوره، حسب الامكانيات اللي عندك. هنا هدينا دهنه من الزبده، وبعد كده هبدا انزل بالبسبوسه زي ما انت شايفه كده. انا عملتها بايدي الاول لما حسيت ان انا عايزه اظبطها بايديا، وبعد كده بدات اظبطها ايه بالمعلقه السيليكون عشان ما تبقاش صوابعي معلمه عليها. هنا بقى انا جهزت البسبوسه، انت تجهزيها وتولعي الفرن، ما يكونش الفرن سخن قوي، وبعد كده تحطيها على الرف الاوسط على درجه حراره 180 وتشغلي من تحت بس. وبعد كده هي هتستوي، هتلاقي الحرارة بتاعتها كلها استوت. حسيتي ان الوش عايز ياخد شويه، شغلي عليها الشوايه وخليكي متابعه. يلا بينا بقى نحضر الشربات. هنا بقى نحضر الشربات. البسبوسه بيبقى خفيف، ما بيبقاش تقيل زي بتاع الكنافه. هنا معايا كوبايتين سكر، هنزل عليهم بكوبايتين ميه، او عايزه تعملي كوبايه سكر قصادها كوبايه ميه. هنا معايا عسل الجلوكوز، لازم معلقه منه، او البديل بتاعه عسل النحل، لان العسل الجلوكوز بيديكي النتيجه زي بتاعه المحلات بالظبط، بيخليها طعمها حلو وبيفرق جدا معاكي في الطعم. هنا زي ما انت شايفه هو بيبقى متماسك كده. بتنزلي بمعلقه، وبعد كده بحطه على النار، ما بقلبش، بسيب السكر يسيح براحته هو والعسل. وبعد كده اول ما يبدا يغلي بنزل بعصره الليمونه والفانيليا، باكت الفانيليا بحطه في الاخر خالص. هنا كنت مهديه النار طبعا طول ما هي بتستوي، انا بحط الشربات لان البسبوسه بتعوز الشربات سخن مع وهي سخنه والشربات سخن. هنا بدأ يغلي، حطيت عصره ليمونه وباكت من الفانيليا، 10 دقايق وطفيت عليه، ما بياخدش اكتر من كده. يلا بينا بقى عشان نشوف البسبوسه طلعناها من الفرن ونشوف عامله ازاي. وهنا بقى التركيه الحلوه قوي اللي بتخليها معاكي في حته تانية. هنا حطيت معلقه من السمنه البلدي على الشربات، بتخليها تحفه جدا. اه بوريكي ده السمك بتاعه بيبقى خفيف، ما بقاش تقيل. هنا البسبوسه طلعت من الفرن كانت حلوه جدا. تنزلي بقى عليها هي سخنه والشربات سخن، ننزل بقى بالشربات. اول ما تعمل معاكي التش ديت تعرفي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه، هتشرب كل الشربات دوت، وهتبداي تاني تحطي تاني. طول ما انت بتحطي وبتشربوا يبقى هي بتبقى عايزه شربات. خلاص كده بقى ايه، البسبوسه معايا كانت خلصت. المفروض بقى كنت اسيبها تبرد وبعد كده اقطعها، بس الصراحه انا ما كنتش قادره ان انا اصبر عليها اكتر من كده، عشان اولا اخلص الفيديو، وعشان ولادي كانوا مستعجلين كانوا عايزين ياكلوا منها. بسبوسه معايا طلعت حلوه قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش باشتراك، بلايك، بكومنت حلو منكم. وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده، فيديو جديد.
واشوفكم على خير باذن الله. هنا بقى خلاص طلعت قطعه منها، بصوا بقى كانت عامله ازاي، حلوه جدا. انا بحب السمك كده. انت عايزه تخنيها، عايزاها تخينه عن كده، زودي نص كوبايه من السميد، يبقوا 3 كوبايات ونص بدل 3 كوبايات لو انت عايزاه. بس انا بحب السمك كده، يعني انا بحبه كده، ما بحبوش اتخن من كده. بصي هنا بقى كانت معايا مرمله طريه جدا. وفي حاجه قبل ما انسى، لما تيجي تطلعي البسبوسه من فوق تحطي عليها الشربات، لازم تغطيها، لو مش غطيتيها هتنشف منك. بصوا بقى كانت هنا دايبه معايا وحلوه جدا. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص، وسلام.